سرقوا الحجر الأسود 22 سنة واستباحوا الكعبة وخلصوا على الحجاج. القرامطة. أنا دينا مهران ودي حكاوي الدنيا. الحكاية بتبدأ بعد استشهاد سيدنا الحسين بن علي رضي الله عنه في موقعة كربلاء سنة 61 هجريا 680 ميلاديا. بعدها ظهرت حركة قوية بتؤيد آل البيت ضد السلطة الأموية والعباسية من بعدها، وكانوا شايفين إن العلويين هم الأحق بالإمامة، وسموا نفسهم شيعة آل البيت لأنهم شايفين إن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وصى إن سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه يكون خليفة أو إمام من بعده هو وأحفاده وأولاده من السيدة فاطمة الزهراء بنت الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. وقد كان لحد ما وصلوا للإمام السادس جعفر الصادق، واللي بوفاته سنة 148 هجرية حصل انشقاق للشيعة. مجموعة منهم شافوا إنهم لازم يكملوا بترتيب الأئمة ال12 اللي بيقول إن بعد جعفر الصادق يتولى من بعده ابنه الكبير موسى القاظم، لحد ما يوصلوا بالترتيب للإمام محمد المهدي، واللي مسميينه الإمام الغائب، اللي لما يرجع هيملى الدنيا كلها خير وعدل. ودول سموا نفسهم الشيعة الاثنى عشرية. والجزء الثاني شافوا ان الأحق بالخلافة هو إسماعيل ابن جعفر الصادق، وبيقولوا ان دي وصية جعفر الصادق نفسه، وعشان إسماعيل توفى قبل والده جعفر الصادق نصبوا ابنه محمد ابن إسماعيل الملقب بالمكتوم. والمجموعة دي سموا نفسهم الشيعة الإسماعيلية. ولحقت الدولة العباسية محمد ابن إسماعيل واضطر يهرب للحجاز، وبعدها اختفى عشان تبدأ حملة سرية بتدعو لنشر العقيدة الإسماعيلية باسم محمد ابن إسماعيل الغائب، واللي في اعتقاد الشيعة الإسماعيلية إن هو ده المهدي المنتظر. وفي سنة 873 ميلاديا كانت الدولة العباسية ابتدت تضعف بسبب الثورات اللي قامت عليها، زي ثورة الزنج اللي فضلت 14 سنة لحد ما نهتها الدولة العباسية. وبالرغم من نهايتها سابت علامة كبيرة في نفوس الشيعة، وأدت لظهور مجموعة كبيرة من الدعاة الإسماعيليين في اليمن والعراق وشرق شبه الجزيرة العربية وأجزاء من بلاد فارس. كانوا بينشروا المذهب الإسماعيلي وعايزين يأسسوا دولة منفصلة ليهم. وفي سنة 898 ميلاديا ظهر داعية إسماعيلي في بلاد فارس اسمه أبو سعيد الحسن ابن بهرام الجنابي، اللي نشر بين بعض الناس البسطاء إن ربنا سبحانه وتعالى بيكره العرب لأنهم خلصوا على الحسين بن علي، وإن ربنا سبحانه وتعالى بيحب الفرس لأنهم نصروا آل البيت في إنهم ياخدوا الخلافة. وطبعا الدولة العباسية وقتها ما سكتتش وطردوا أبو سعيد الجنابي، اللي قدر يهرب للعراق عاصمة الدولة العباسية، لأنه مش هيجي في بال السلطات إنه هيكون قاعد وسط التشديد الأمني المكثف اللي هناك. وفضلت الفرقة الإسماعيلية لحد سنة 899 ميلاديا حركة موحدة بتدعو لمذهب الإمام محمد ابن إسماعيل على إنه إمام غائب وهيرجع. وفي نفس السنة أعلن عبيد الله المهدي، أو اللي هيبقى الخليفة الفاطمي ومؤسس الدولة الفاطمية بعد كده، إنه إمام وإنه من سلالة محمد ابن إسماعيل اللي مش المهدي المنتظر ولا حاجة. وقال إن أتباع المذهب الإسماعيلي طلعوا الإشاعة دي عشان خايفين على أولاده وسلالته، اللي هم الوافي أحمد بن محمد ابن إسماعيل، والتقي محمد بن أحمد المسطور، والزكي عبد الله ابن محمد، واللي ما أظهروش نفسهم كأئمة بشكل علني بسبب خوفهم من الدولة العباسية. وعشان كده أعلن عبيد الله المهدي إنه الإمام ال11 للمسلمين، وأمر كل الدعاة في كل البلاد بتغيير الدعوة إنها تكون باسمه. إنما أعضاء الفرقة الإسماعيلية في العراق والبحرين وخراسان رفضوا الاعتراف بإمامة عبيد الله وتمسكوا بمهدية محمد بن إسماعيل، وقطعوا علاقتهم خالص بعبيد الله. وقابل أبو سعيد الجنابي زعيم الدعوة الإسماعيلية السري في العراق، واللي كان اسمه حمدان ابن الأشعث الأهوازي، ومعروف بحمدان قرمط. ويقال إن سبب تسميته بقرمط إنه كان قصير شوية، وبيرجع أصله لخزستان في بلاد فارس. ودخل في بداية حياته في مذهب الإسماعيلية الباطنية على إيد واحد اسمه حسين الأهوازي ابن عبد الله ابن ميمون القداح، واللي حسب كتاب كشف أسرار الباطنية للحمادي اليماني إنه أصلا يهودي ومن نسل واحد مجوسي اسمه ديصان الثانوي، يعني أصلا ملوش علاقة بالإسلام خالص، هو كان بيظهره بس. وعشان كده اتسموا
جنوب الباطنية. المهم إن قرمط ده ولا أبو سعيد الجنابي اللي كان برضو أصله فارسي عشان ينشر الدعوة الإسماعيلية في إقليم البحرين أو الخط، ودي كانت منطقة تاريخية موجودة في شرق شبه الجزيرة العربية، وامتدت من جنوب البصرة على طول ساحل الخليج العربي، ومن ضمنها أراضي المنطقة الشرقية من السعودية وقطر، بالإضافة لجزيرة أوال اللي هي البحرين حاليا. والمنطقة دي كلها كانوا مسميينها بلاد البحرين. وكمان انتشرت الدعوة الإسماعيلية في اليمن والمغرب ووسط وشمال فارس، واستقر الجنابي في منطقة القطيف على أساس إنه تاجر، ونشر الدعوة الإسماعيلية هناك. وبسبب تهميش الدولة العباسية لبعض القبائل زي قبيلة بني هلال وقبيلة بني سليم، الناس صدقت كلامه واعتنقوا مذهبه الإسماعيلي، وبالتالي اتحولت الإسماعيلية من مذهب لحركة سياسية شغلتها تنقذ القبائل العربية، وكمان شكلوا جيش خاص بيهم يحميها. وفي سنة 899 ميلاديا غزت القبائل دي أجزاء من الجزيرة العربية ومصر والعراق والشام. وفي نهاية سنة 899 ميلاديا أعلن أبو سعيد الجنابي قيام دولة القرامطة اللي كانت متسمية نسبة لاسم حمدان قرمط. وفي سنة 901 انتصر القرامطة على طغج الإخشيدي الوالي العباسي على مصر والشام، لكنهم ما قدروش يستولوا على دمشق اللي سابوها وراحوا لمعرة النعمان وبعلبك والسلمية، وخلصوا وقتها على كل اللي فيهم. وفي سنة 902 كان في بغداد الخليفة أحمد المعتضد بالله، اللي أول ما عرف باللي حصل بعت حملة عسكرية للبحرين مركز القرامطة، وكانت بقيادة عباس بن عمرو الغنوي. وللأسف انتصر عليهم القرامطة وخلصوا عليهم بطريقة صعبة جدا. وكان رد الدولة العباسية في بغداد إنهم خلصوا على حمدان قرمط في مقره في الكوفة سنة 906. وفي سنة 913 اتقتل أبو سعيد الجنابي في الإحساء على إيد واحد من مساعدينه اللي اتقال إن الدولة الفاطمية هي اللي حرضته، عشان يتولى من بعده ابنه الحسن الأعصم لحد سنة 917، وبعده يتولى أخوه الصغير أبو طاهر سليمان الجنابي اللي عمره وقتها كان 11 سنة بس بالرغم من كده ما كانش يتخير عن أبوه، ده بالعكس ده علّ عليه على الآخر. لأن في بداية سنة 924 ميلاديا ابتدى القرامطة يقطعوا الطريق عن قوافل الحجاج ويسرقوها، واللي كان بيعترض كانوا بيخلصوا عليه أو ياخدوه. وللأسف ما وقفتش جماعة القرامطة عند قوافل الحج وبس، لأن أثناء خلافة المقتدر بالله الخليفة العباسي اللي كان ساعتها شاب صغير وبتتحكم فيه وفي الحكم أمه السيدة شغب، وكمان وزيره المفسد الحسن بن الفرات اللي بينسبوا كتير من المؤرخين للباطنية، استهان القرامطة بالدولة العباسية لدرجة إن أبو طاهر الجنابي اتجرأ وقرر إنه يدخل صحن الكعبة ويسرق الحجر الأسود. ولما عرضه والي مكة ووقف في طريقه طالبه بطريقة سلمية إنه يرجع مكان ما جه، خلص عليه في الحال، وبعدها كمل طريقه للبيت الحرام ودخل بعساكره وخلص على كل الحجاج، وفضل يصرخ فيهم ويقول لهم: ألم تقولوا أن هذا البيت من دخله كان آمنا؟ أين حرمته الآن؟ وتغافل عن تفسير قول الله سبحانه وتعالى: ومن دخله كان آمنا، واللي معناه إن على القائمين على خدمة البيت الحرام إنهم يأمنوا الحجاج والمعتمرين. لكنه من شدة جحوده واللي بعض المؤرخين رجعوا سبب تصرفه ده لمعتقد القرامطة الغريب جدا والبعيد كل البعد عن الإسلام. يعني مثلا تلاقيهم بيغيروا خالص في أركان الإسلام الأساسية زي الصيام اللي عندهم هو الإمساك عن الكشف عن السر، ده غير إنهم بيعاملوا الإمام على إنه إله. وكل ده خلى أبو طاهر الجنابي يقول في نص الحرم: أين الطير الأبابيل؟ أين حجارة سجيل؟ وتجبر على الآخر وقال بعزم ما فيه: أنا بالله وبالله أنا يخلق الخلق وأفنيهم أنا، وخلص على كل اللي في الحرم. وبعض المؤرخين قدر عددهم لأكتر من 20,000 شهيد. وقبل ما يمشي قرر إنه يسرق الحجر الأسود من مكانه، وفضل معاه لأكتر من 22 سنة. واستولوا القرامطة بعد كده على بلاد عمان وهدموا الكوفة والبصرة أكتر من مرة، وكانت هزيمة كبيرة للعباسيين اللي قرروا يعملوا مع القرامطة معاهدة سلام، ودفعوا فدية ضخمة تقدر ب550,000 دينار ذهبي. وفي سنة 951 وبعد تهديد
المنصور بنصر الله إسماعيل ابن محمد ابن عبيد الله الفاطمي رجع الحجر الأسود لمكانه مرة تانية، وفي سنة 1072 ابتدت دولة القرامطة في التفكك، وزي ما بدأت بانشقاق هتنتهي بانشقاق بعد ما انفصل عنها كتير من الشيعة الإسماعيليين اللي لاحظوا إنها انحرفت عن دعوتهم وما بقتش حركة مناصرة للفقراء، وشافوها على حقيقتها إنها دولة مذهبية، وبالتالي بقوا من أنصار الدولة الفاطمية. وفي نهاية سنة 1072 وصل وفد من قبيلة العيونيين، ودول كانوا قبيلة موجودة في مدينة الإحساء في شبه الجزيرة العربية. طلبوا المساعدة للتخلص من القرامطة من السلطان العباسي والسلطان السلجوقي ملك شاه، اللي كانت دولته سنة 1055 خلصت من الدولة البويهية الفارسية الشيعية والدولة الفاطمية في بغداد. ولحد سنة 1077 ميلادياً فضلت الدولة العباسية والسلجوقية ومعاهم بعض القبائل العربية يحاولوا يخلصوا على القرامطة في الإحساء والبحرين لحد ما خلصوا منهم بالكامل. عشان تخلص حكاية القرامطة أضغط حكاوي الدنيا.